السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، نتمنى أنكم تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم باش نشارك معكم كيفية تحضير خبز ديالي. اللوازم والمقادير اللي باش نستحقوها. المقادير، القياس نتاعي خذيت الكاس هذايا اللي ساعته 250 مليلتر، خذيت به كاس ماء، كاس حليب، نصف كاس زيت، 4 كيسان فرينة، كاس ونص سميدي، وعندي مغرفة ونص سكر، مغرفة ملح، 2 بيضات، واحدة خميرة فورية وواحدة خميرة حلويات. وللتزيين والحصول على خبز ريحته فاوحة باش نستعمل شوية جلجلان، شوية بسباس، وشوية زريعة كتان، واللي عنده ينجم يزيد سينوج، انا اليوم ما عنديش. وهيا معايا نشوفوا طريقة التحضير. باش نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. باش نصب الحليب ونصب الماء اللي هما دافيين، يلزم يكونوا دافيين، ونضيف لهم السميدية، وباش نضيف لهم شطر مغرفة الملح، على خاطر شطر الاخر باش نضيفه كي نزيد الفرينة، باش نضيف عليه شوية جلجلان وكمية السكر، باش نضيف لهم تويكة باكو خميرة خبز، باش نصب الزيت نصف كاس، وباش نضيف لهم بيضة كاملة وابيض بيضة. باش نبدأ على بركة الله نخلط المكونات هذه الكل بالكدا حتى تدخل في بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبقى نخلط حتى يتجانس الكل مع بعضه، ما عادش يبقى الزيت الفوق. وتوا بعد ما تجانس الخليط مع بعضه كما تشوفوه، باش نضيف له الفرينة تدريجيا بشويه باش ما يتنطرش علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كامل نصب بقية الفرينة، نزيد عليها باكو الخميرة نتاع الحلويات، خميرة الحلويات ماذا بيكم تغربلوها خاطر ساعات تبدا مكعبرة. باش نضيف كمية الملح الباقية ونخلط. بسم الله الرحمن الرحيم. خلط بشويه بشويه باش ما يتنطرش، وبعد كيف يتجانس يدخل في بعضه شويه ندخل في نكمل العجين بيدي. واللي عنده عجانه ينجم يستعمل العجانه، واللي ما عندهاش حتى باليد عادي. يا اخي ما عندهاش ما ياكلش الخبز. تويكا باش ندخل بيدي ان شاء الله، نغسل يدي ونجي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على بركة الله. والعجينة ما تخافوش منها، راهي يلزمها تجي تتلصق في اليد. الخبز ما يكون ناجح الا اذا كان العجينة بتاعته تتلصق. نكمل نعجنها بالباهي ونرجع لكم. وبعد ما تحصلت على العجينة هذه كما تشوفوها هكا، باش نضيف لها 4 ملاعق ماء دافي. نسيت ما قلت لكمش عليهم في اللوازم، 4 ملاعق اكل.
زيدوهم تدريجيا وتزيدوا تخلطوا. باش نزيد ندخل الماء هذايا في وسط العجينه. او نكمل نخلط حتى لين تشرب العجينه الماء، ونرجع لكم نوريكم العجينه في النهائي. علاش 4 ملاعق ماء في الاخر؟ على خاطر السميديه تشرب. انا شفتوه كي دخل الكل ما بانش فيها. تزيد تلين لنا العجينه وتزيدها هشاشه ان شاء الله. توا باش ندهن يدي بالزيت ونلم العجينه بالزيت ونخليها ترتاح حتى يضاعف الحجم متاعها. ندهنها حتى بشويه زيت ونخليها ترتاح حتى يضاعف الحجم نتاعها. على حسب الوقت ما نجمش نقول لكم، على خاطر كل مره كيفاش كان الطقس بارد طلب اكثر، كان الطقس سخون في ساعه تخمر. غطيتها بابي اليمونتير كما تشوفوا، باش نزيد فوقها منديله ونخليها تخمر على راحتها. توا وقت اللي تخمر نرجع لكم ونقول لكم قداش خدت معايا وقت في التخمير. وتوا هاني رجعت لكم بعد ما تخمرت كما تشوفوا، باش نحملها الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. باش نحملها الهواء. بسم الله. وباش نجيب الفورمه باش نحطها فيه، وهذه الفورمه باش نحطها فيها دهنتها بالزيت والزبده. بسم الله الرحمن الرحيم. باش نطرحها في وسطها. بسم الله. كل مره ندهن يدي بالزيت باش ما تلصقش. نحاول نعمل نفس العلو قدر 2 سنتي. وهذا اصفر البيضه اللي بقالي، باش نزيد شويه حليب مش ياسر ونخلطه وندهن بيه الوجه نتاع الخبز. بسم الله الرحمن الرحيم. توا باش نزينها بشويه زرارة. عندي شويه جلجلان. الجلجلان قد ما تحطوا منه راهو فيه منفعه. شويه بس شويه حبه حلاوه، حتى الحبه حلاوه باهيه ومفيده للصحه، وشويه زرعه كتان. واللي عنده السينوج هنا يزيدها السينوج، يزيد يعطيها لون احسن. انا ما عنديش السينوج المره هذه. وتوا باش نزيد نخليها ترتاح قدر 10 دقائق قبل ما ندخلها للفرن. بسم الله. وتوا خبزتنا هاي حضرت. طيبتها في الفور على درجة حرارة 180 درجة لمدة 4 ساعات. وكيف تخرجوها من المستحسن تقلبوها على وجهها، تخلوها قدر 10 دقائق ترتاح، وبعد ترجعوا لها الوجه الثاني باش ما تنديش من اللوطة. نتمنى انكم تجربوها وتعطوني رايكم في التعليقات، وتاكلوها بالصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.